يعني هو بغض النظر ان البطاية شكلها مريب وغريب، تحسوها انسان متثبت رافع ايديه لفوق وفاتح رجله، يعني حاجة غريبة جدا. يعني انا عن نفسي مش عارفة مالها عاملة كده ليه، بس يا ريت لو حد عارف يعني يعرفنا ويقول لنا قصة البطة دي ايه. المهم بقى ان في بنات كتيرة جدا بتشتكي لي انها مش بتعرف تعمل البطة ومش بتعرف تحمرها وتوصل للون الخطير ده. انا قلت لازم اعمل لكم فيديو من اول ما نغسلها لحد ما نحمرها وتطلع باللون الخطير ده. وصدقوني بعد الفيديو ده لما تجيلكم بطة هتعملوها كأنكم بتعملوا فراخ بانيه بالظبط. ويلا بينا نبتدي. اول حاجه هنحتاجها طبعا ان احنا نغسل البطايه كويس جدا، فطبعا هغسلها بملح ودقيق وليمون. انا الخلطه دي بالنسبه لي اللي بغسل بيها كل الطيور، بنقعها في الخليط ده لمده ربع ساعه، بعد كده بغسلها واقعد افركها بالليمون لحد ما تبقى فله. وطبعا بنقول للفرارج يشيل منها اي ريش، واحنا بنعيد وراه بملقاط كده نشيل اي ريش موجود فيها. نيجي بقى لاهم حاجه، ميه سلق البطه دي اكتر حاجات بتخلي ريحه الشوربه كده وطعمها خطير. بصل وطماطم وثوم وكرفس وجزر نغسلهم كويس جدا. نجيب بقى حلتي روح قلبي كده ونروح مسخنينها وحاطين فيها معلقه من زيت الزيتون وقطعه من الزبده، وبعدين ننزل بقى الخضار العظمه ده بتاعنا. ما تكتروش من الكرفس لان الكرفس ممكن يعمل الشوربه يخليها لونها اخضر. بعدين ننزل البطايه ونقلب البطه مع الخضار شويه، وبعدين نروح بقى نازلين بالميه المغليه والبهارات بتاعتنا اللي هي بقى ملح وفلفل اسود ومرقه، وعايزين تستغنوا عن المرقه براحتكم، هي كده كده البطه هتعمل يعني شوربه حلوه. وورق لورا وحبهان، ونقلب الكلام ده كله مع بعضه. وبعدين سبتها بقى كده على النار تستوي راحتها خالص. طبعا بنحط ميه مغليه لحد ما البطايه تكون متغطيه، يعني انا لسه هزود ميه تاني. غطيتها بقى وبعدين سبتها تستوي وما طلعتهاش غير اما اتاكدت انها استوت كويس جدا بالشوكه. عايزاكم بس تشوفوا الشوربه بتاعتها خطيره ازاي، ما شاء الله تحفه. دهنتها بقى سمنه بلدي وشويه لبن، وبعدين بدخلها الفرن في صينيه زي ما انتم شايفين كده لحد ما تاخد اللون الخطير ده. وما تنسوش طبعا بعد ما تاخد اللون الخطير ده من اول ناحيه تروحوا قلبينها على الناحيه التانية وتسيبوها برضو تتحمر من ناحيتين عشان تبقى متحمره من كله. اهم حاجه تشبعوها باللبن وتشبعوها بالسمنه البلدي عشان تتحمر معاكم حلو. عايزه بس اقول لكم كام معلومه مهمه جدا عن البط. اول حاجه، الناس اللي بتشتكي ان البطه بتبقى معاهم زفره، ده مش بيكون منك انت، او مش انت اللي بوظتيها، او مش انت اللي طلعتيها زفره، ده بيكون بسبب الراجل المصدر اللي انت اشتريتي منه البطايه دي. فانت لو عملتي التنظيف كويس جدا وعملتي الطبخه بنفس الطريقه اللي بقولها لك او حتى بطريقه تانية انت عارفاها ولقيتيها زفره، يبقى انت كده لازم تغيري الراجل اللي بتجيبي منه البط والفراخ والحمام وكله، ان ده معناه ان طريقه تربيه الراجل ده للطيور دي طريقه غلط. تاني حاجه عايزه اقولها لك عن البطه، ان انت ممكن بعد ما تشيليها من ريشها تعملي لها محلول نقع. ايه هو محلول النقع ده عباره عن لتر ميه عليه 3 معالق ملح و3 معالق من السكر. يا سلام بقى كمان لو حطيتي شويه من الروزماري ولا من الحبهان ولا من اي منكهات، وتبيت بقى في المحلول ده من بالليل للصبح، يا لهوي تاكلوا احلى بقى بط. هيستوي معاكم بسرعه ولحمه هيكون طري جدا، ده غير انه هيبقى طبعا نضيف فل. وعارفه ان كتير منكم هيعارضني على اللي انا هقوله ده، بس اصلا دي الطريقه الصح لغسيل اي نوع من الطيور. العلم بيقول كده، بيقول ان الطيور كلها ما ينفعش تتغسل المفروض عندنا في البيت خالص، عشان هي بتنشر سالمونيلا ودي بتبقى خطر علينا جدا. ثالث حاجه واهم حاجه بقى طبعا ان شوربه البط دي طبعا اوعوا ترموها. انا من وجهه نظري مش بحبها في الشوربه، بحسها تقيله جدا، يعني مثلا ما استحملش اشرب لسان عصفور بشوربه بط، دي بالنسبه لي مستحيله. لكن هي احلى شوربه في الحياه للمحشي ولا للملوخيه، يا لهوي بتعمل ملوخيه خطيره. وكمان في الشركسية حلوة جدا جدا جدا. ولو تعرفوا استخدامات تانية لشوربة البط قولوا لنا برضو في الكومنتس وخلينا كلنا نستفاد. وبس كده انا كده خلصت، يا رب تكونوا استفدتوا، ويا رب فعلا تكونوا حسيتوا ان الموضوع سهل جدا وبسيط، بس ينقصكم ان انتوا تعرفوا كام معلومة وانتوا عرفتوها خلاص. هستناكم بقى تجربوها وتقولوا لي بقى رأيكم ايه. هستنى كل اللي كان بيخاف يسلق البط او يجي ناحية البط اصلا، هستناكم بقى تعملوها، وهستناكم تجربوا شوربة البط في المحشي وشوربة البط في الملوخية، وتجربوا كل اللي قلت لكم عليه. بحبكم قوي قوي. هستنى رأيكم في الكومنتس عشان بيفرق معايا جدا. يلا باي باي.